زمان قوي كان بيبقى فيه رقابة على الدعارة وترخيص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيرخصوا علشان يقدروا يمارسوا الحرام واللي حرمه ربنا والفسق والفجور، كانوا بيرخصوه. مكانش حد يقدر يمارس المهنة دي بدون ترخيص، وكان ليها مستشفى معروفة جدا. دلوقتي هي مستشفى جلدية، زمان كانت بترخص وكان في رقابة، وكان بيبقى فيه اللي بيعمل في الدرة كان بيبقى خايف، وخايف مش من ربنا، لان دول ما يعرفوش ربنا. اللي بيعمل الحرام ده ما يعرفش ربنا، كانوا بيبقى خايفين ان حد يشوفهم، ان حد يجي يقبض عليهم. مر الزمن ومرت العصور، وحصل تطور وحصل تمدن وحصل استقلال ذاتي لكل فرد. للأسف هم استغلوه بطريقة قذرة. لما يبقى فيه تطور ويبقى فيه سوشيال ميديا، وبقى فيه الدمار والفسق اللي في اليوتيوب وموجود على التيك توك، ده لعنة. الانفتاح ده اتعمل علشان نقدر نوصل رسالة لحد مش قادر يعني يلم بشيء معين. عايزة اعمل روتين، مع ان بصراحة ضد الروتين. يعني ايه واحدة تطلع تمسح وتكنس وتوطي وحركات جسمها؟ بس بنقول يعني هم فاتحين باب رزق ليهم، عايزين دخل يدخل لهم، فماشي. بما ان هم ماشيين بما يرضي الله، فكل واحد وعقليته، كل واحد واسلوبه، كل واحد وتربيته وعلى قد فهمه. لكن لما توصل ده كل ده بتكلم على ان كان بيبقى موجود على اليوتيوب، وكنا بننتقد وبنتضايق. ولما كنت انا ما كنتش قناة دعم، بس كانوا اصحابي او زميلاتي قنوات دعم. فلما كنت بدخل عندهم بلاقي حد محتاج حاجة، فبقول لهم مني ليهم ادوهم كذا. من هنا قدرت يعني اتحطيت في قالب ان انا من قنوات الدعم. مش مشكلة، خلاص مشيت في الطريق ده معاهم. لكن انا ما كنتش قناة دعم ومش قناة دعم. لكن لما بلاقي في حد ناقصه حاجة، ما احنا كلنا اخوات وبنساعد بعض. لكن جت لعنة التيك توك. يعني اللي على اليوتيوب كان احترام وكان ادب وكان اخلاق بالنسبة اللي بيحصل دلوقتي. يعني لو كان حد بيدخل في القناة وبلاقيه باعت لي دعم، يعني بص في ساعتها يعني اتوانس كده بقول في دعم جه من الشخص كذا، دي هتتوزع عليكم، انت عايزه ايه وانت عايزه ايه وانت عايزه ايه. مش بندخل نشحت، احنا عملنا قناة علشان نقدر نوصل حاجة، نضحك، بلاش رسالة هادفة. نضحك مع بعض، نهزر مع بعض، نتواصل. اللي مش قادر يروح نادي يعتبر القناة دي هي النادي، هي الكافيه اللي بنتقابل عليه وبنتكلم مع بعض ونتناقش مع بعض. واللي عنده مشكلة واللي ما عندوش مشكلة كنا بنهزر. كانت حياة لذيذة قوي لغاية ما كل واحد آه، سحب نفسه، اللي شاف بيته واللي شاف حياته واللي زهق واللي لقى ان هي مش جايبة همها. لكن لما توصل الحقارة والقذارة والانحطاط، لان التيك توك يستخدموه دي دعارة رسمي رسمي. اما تبقى واحدة بتطلع يا ستي اولعي انتي ولادك ليه بنطلع جيل فاسد؟ احنا بنعلم ولادنا الاحترام. انا بنتي محترمة اكتر مني لما في حاجة يعني بصراحة ممكن اكون انا في حاجات تايهة عن دماغي، متفتحة، بتعامل بتلقائية بنية صافية. اكتشفت ان الزمن ده ما ينفعش اتعامل بتلقائية. ما ينفعش ابقى انا معايا حد اقول ده زي ابني او زي اخويا. لا لا لا، بنتي انصح مني واشجع مني واجرأ مني. قوتني في حاجات كتيرة قوي لانها ربيت صح. مش بشكر في نفسي، هو ده الصح، ده اللي المفروض ان هو يتعمل، ان نربي ولادنا صح، يبقى عندهم صدق وعندهم امانة وعندهم وعي. والدين تطلع ببناتها وفي اوضة نوم وعلى سرير، يعني ده بيوحي لايه؟
وما خفي كان أعظم، واللي عرفته كان أكتر من كده. دعارة رسمي. التيك توك يعني المفروض بصراحة، مش هقول بقى ان هو يتقفل وما يتقفلش، حاجة زي كده لما كانت بتحصل زمان في الأرياف كمان بالذات، كانوا يروحوا يكسروا الباب على اللي فيه ويمسكوهم ويشهروا بيهم. فين النخوة يا جماعة؟ فين النخوة اللي عندنا؟ يعني قناة بتتقفل أو حد بيتحبس، طب والباقيين؟ كل واحد يخلي باله من بيته. انت خلي بالك من مراتك اللي متطلقة، خلاص تولع بجاز، تولع بجاز، خلاص هي اتطلقت واخدت جزائها اهي. بناتها يعني اخدوا من السلبيات بتاعتها. يعني ده انت المفروض ان انت اتطلقتي تثبتي ان جدارة، تثبتي انك قد مسؤولية، انك هتطلعي ولادك بيتقوا ربنا في شرفهم وفي جسمهم وفي كلامهم وفي تصرفاتهم. يعني بصراحة حاجة مقززة، حاجة مقرفة. الجيل اللي جاي والزمن اللي جاي مش كويس، مش كويس. فاحنا المفروض ان احنا نحد من ده. دايما بقول يعني نتجه لربنا اكتر. انا شايفة هو فعلا الزمن اللي جاي الفسق والفساد والانحراف وكل الكلام دوت هو ده اللي هيبقى ترند. بس بدري قوي، بدري قوي. وبعدين القنوات دي علشان تتقفل، ما هم هيعملوا ده في الخفاء. لازم بتر تام للأسر دي وللنوعيات دي أول بأول، ومحدش يدخل لهم. اللي بيدخل بيبقى منحرف زيهم، عايز يتدلع، عايز يبص على جسم دي، يمكن دي تيجي معاه، يمكن دي ياخد منها ميعاد، يعرف يتصرف. لكن أنا يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفيكي اي واحدة تعلم ولادها حاجة غلط، او ما توجههمش للطريق الصح. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد.